السلام عليكم. أنا سيف الله، وأنت بتتفرج على سلسلة كل 6 شهور لغة. النهاردة هنبتدي يا جماعة مع كورس اسمه 1000 كلمة وكلمة. 1000 كلمة وكلمة زي 1000 ليلة وليلة كده يعني. تعالوا نبتدي كده بأساسيات الكورس دوت على طول. يلا بينا. يلا بينا. القاعدة رقم 1: في الكلمات اللي هنقدر نستغنى فيها عن الترجمة بالعربي هنستخدم حاجات زي الصور مثلا. ساعتها بقى ما تبقاش ذكي، لا مؤاخذة، وتروح انت بقى جاي شايف الصورة وناطق الكلمة بالانجلش، وبعدين في دماغك وفي سرك عمال تقول الترجمة بتاعتها بالعربي. يبقى احنا كده ما عملناش اي حاجة خالص. تشوف الصورة تقول الكلمة بالانجلش بس، ما تخليش النطق بتاعها بالعربي يجي في بالك نهائي. القاعدة رقم 2: طبعا في كلمات كتير جدا 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 مش هنعرف ان احنا نستخدم لها صورة، فبالتالي ساعتها بقى لما تيجي تكتب الترجمة بتاعتها ما تكتبش الترجمة بالعربي قصاد الكلمة بالانجلش. اكتب في وجه من الصفحة الكلمات بالانجلش، في الوجه التاني في ظهر الورقة يعني هتكتب الترجمة بتاعة الكلمات اللي انت ما تعرفهاش بعد ما تكون مرقم كل كلمة. القاعدة رقم 3: بص يا سيدي، لما تيجي تراجع بقى، والمراجعة مهمة جدا 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 في تعلم اللغة. لما تيجي تراجع الكلمات اللي احنا ما ترجمناهاش بالعربي، تفتح الصورة وتراجع زي ما اتفقنا. اوعى تترجمها للعربي ابدا. الكلمات بقى التانية اللي احنا مترجمينها اوريدي، لما تيجي تراجع ما تبصش على الترجمة بتاعت العربي إلا في حالة واحدة بس، إنك أنت عصرت دماغك، عصرتها عصر بمعنى عصر، وما افتكرتش الكلمة خالص. ساعتها الجأ للترجمة، غير كده اوعى تبص على الترجمة أثناء المراجعة أبدا. قاعدة رابعة المهمة: احنا يا جماعة في الكورس دوت مش هنستخدم جمل خالص. ايه ده، معقولة؟ احنا تابعنا 3000 كورس قبل كده، حط لك الكلمة وجنبها مثال. لا، احنا مش هنعمل كده في الكورس دوت نهائي. احنا هناخد كلمات فقط، وهنستعوض عن دوت بكورس منفصل للجمل هتعرفوا ان شاء الله في الايام القليلة القادمة. القاعدة الخامسة والأخيرة إن شاء الله: ما عنديش أي مانع خالص لو أنت عندك المقدرة إنك أنت تزود كلمات. بسم الله ما شاء الله، ربنا مديك عزيمة قوية مش موجودة عندي أنا شخصيا. ساعتها بقى هتعمل إيه؟ احفظ كلمات، ضيف كلمات، ولكن اوعى تنسى ال4 قواعد اللي احنا لسه متكلمين عنهم من شوية. زود زي ما أنت عاوز عليا، ولكن احتفظ بالقواعد وما تخالفهاش أبدا. وبكده بقى نقدر نبتدي في الكورس بتاعنا. سمعني كده اسمه ايه؟ كورس 1000 كلمة وكلمة. نقول بسم الله. بسم الله. اللي قدامك دي بقى هي الكلمة الوحيدة اللي دايما بنحفظها وبعد كده بنقطع الانجليش، ونرجع نحفظها وبعد كده نقطع الانجليش، وهكذا. قول ورايا كده: apple apple apple. على فكرة التكرار مهم جدا، انك انت تقول الكلمة مرة واثنين وثلاثة، ده هيخليك تبدأ تنطق صح حتى لو ما خدتش كورس الصوتيات. الكلمة اللي بعدها orange 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 orange. الكلمة اللي بعدها element element element. ثواني بس كده ابو السيوف، ايه ده؟ هو انت مش هتكمل في الفواكه؟ لا طبعا. بص يا برنس، لما كنت بتعلم الانجليش انا كنت بمل جدا وبيجي لي قراع لما اخش على فيديو كلمات والاقيه كله بيتكلم عن نوع واحد: فواكه، خضروات، وظائف. فعشان كده انا الحاجه اللي مرضتهاش لنفسي مش هرضيها لكم بقى. خلينا كده بدل ما نتعلم بملل نحاول ان احنا نضيف شويه الحماس اللي محتاجينهم في ربع ساعه ولا النص ساعه بتوع التعلم.
عشان كده احنا هنعمل عملية خلطبيطة. تفاحية على بسلاية على بضاية، وهنعمل يا برنس أحلى عكة كلمات في العالم. Let's go. كنا بقى بنقول element معناها عنصر. الكلمة اللي بعدها cat. 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 الكلمة اللي بعدها crocodile. crocodile. انتوا معايا كده بالراحة كده، حتى لو حس كده ان انت مش بتتكلم American English، ولكن انتوا معايا بالراحة، وبعد كده سرع براحتك. crocodile. 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 ايه ده؟ فين الترجمة؟ لا كده هتغاب عليك. احنا قلنا لما نلاقي صورة مش بنترجم ولا حتى في دماغنا، ترجمنيش بالعربي ولا في دماغك ولا في سرك. اللي بعده deciders. 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 اللي بعده الوجبة الرئيسية عند الشعب المصري بين. ممكن نقول ستاوي بين، بس خليها دلوقتي ايه سهلة كده. بين. بين. اللي بعده cucumber. 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 اللي بعده benefit. 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 هي تي راحت فين؟ بعدين هتعرف ان شاء الله في قسم الصوتيات. اللي بعده grapes. 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 اللي بعده pear. مش pear. pear. ومش bear. pear. pear. اللي بعده lion. غلط. ده بقى اللي احنا متعودين عليه، وانا كنت منكم طبعا، يعني مش هستثني نفسي، يعني ده انا كنت حق، ده عيب. lion. lion. تاني كده lion. اللي بعده tiger. tiger. وممكن برضه اقول jaguar. jaguar. tiger. jaguar. اللي بعده كلمة صعبة شوية بس لازم ناخدها، مهمة جدا جدا جدا، خصوصا لما نيجي بقى عند قسم بقى الاستماع والقصص والهيصة دي، هتلاقينا بنقولها كتير جدا. immediately. immediately. انت معايا كده كل حاجة، مش عايزك تنطق امريكان خالص. وضح لي كده كلماتك، وضح لي حروفك، وانا في اخر نقطة هقولها لك بالامريكان، ما تقلقش. immediately. 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 اللي بعده intend. 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 آخر كلمة النهاردة هننطقها كده على مرتين كده مع بعض، عشان دي من الكلمات اللي مهم جدا تنطقها صح. انطق معايا زي ما اقول بالظبط. strawberry. strawberry. strawberry.
strawberry strawberry. وكده بقى حبيب قلبي نكون خلصنا أول حصة لينا مع بعض. أول حصة في ال6 شهور. اوعى تنسى إن دي بداية لحاجة كبيرة جدا 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 إن شاء الله، مش هتنتهي بانتهاء الإنجليش. ممكن ناخد 2 3 4 لغات، الله أعلم زي ما ربك سبحانه وتعالى هيعيننا. بلاش حماس البدايات، عاهد نفسك زي ما قلت لك إنك أنت هتكمل للنهاية. حافظ على حماسك للآخر. السلام عليكم.